أهلا بيكم في كورس الإنجليزي المبتدئين. نفكر بسرعة ده إيه؟ ده كل حاجة أنت محتاجها عشان تكون معاك درجة ال A1 في اللغة الإنجليزية. يلا نبدأ بسؤال سريع مراجعة على الحلقة اللي فاتت. قول 5 جمل بالإنجليزي في زمن المضارع المستمر، وحاول تستخدم كلمات من اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت. عايز تقولي معنى يجلس، معنى كرسي، معنى على، وتديني مثال على كل واحدة، ومعنى أخضر وأحمر وأسود. الماضي البسيط. تذكير سريع بالأزمنة في اللغة الإنجليزية. إحنا عندنا الماضي والمضارع والمستقبل، وكل زمن في دول بيتقسم لمضارع اللي بيتقسم لبسيط، مستمر، تام، وتام مستمر. إحنا النهاردة عندنا الماضي البسيط، وهنقول استخداماته هي حاجة حصلت وخلصت في الماضي. I went to the store yesterday. أنا ذهبت للمحل امبارح، حاجة حصلت وخلصت. أو عادة في الماضي. I walked to work every day last year. يعني أنا ذهبت إلى العمل ماشيا كل يوم في السنة اللي فاتت، فدي عادة كانت في الماضي. تركيب الجمل في الماضي البسيط. البروناون و regular verb زائد ed. البروناون هو الضمير I, we, you, he, they، أو أحمد، ملك. والregular verb أو الفعل العادي هو الفعل اللي ممكن نحط له ed، زي play، walk، talk. ف I اللي هي الضمير، played اللي هو الفعل play زائد ed، football yesterday. دي الكلمة اللي بنعرف منها إن الجملة دي في زمن الماضي البسيط. أو برضو ممكن نقول البروناون زائد irregular verb. pronoun زي ما قلنا هي I, we, you, he, they، she، أو الأسماء بتاعت الأشخاص، زائد irregular verb. irregular verb ده هو الكلمة في المضارع ما بنحطلهاش ed عشان تبقى الكلمة في الماضي، ولكن الكلمة بتتغير تماما، أو ممكن ما تتغيرش خالص. هقول لك على ازاي ما تتغيرش خالص دي، ولكن خلينا نركز دلوقتي في الكلمات اللي بتبقى كلمة تانية. كلمة زي go. I go to the store يعني أنا أذهب إلى المتجر، بمعنى إن أنا متعود أذهب إلى المتجر. بس I went to the store yesterday معناها إن أنا ذهبت إلى المحل امبارح وخلصت. فI هي الضمير pronoun، went هي ماضي go اللي هي irregular verb، to the store yesterday to the store إلى المحل، yesterday هي الكلمة اللي بتعرفنا إن الجملة في زمن الماضي البسيط. تركيب النفي في الماضي البسيط. البروناون زي ما قلنا، عايزك تجاوبني ايه هي البروناونز. زائد did زائد not زائد الفعل في المصدر أو الانفينيتيف. He didn't play football yesterday. تعال نقطع الجملة دي. He البروناون، did not play، فdid هي did ونوت هي not وplay هي كلمة play في المصدر. لاحظ ما حطيناهاش ed لأن اللي موجود did خلاص بقى بيدل على الزمن، فما بنحطش ed طول ما did موجودة. وفوتبول كرة القدم، yesterday الكلمة اللي بتعرفنا إن الجملة في الزمن الماضي البسيط. أنا استخدمت yesterday كتير عشان هي هي الكلمة الأكثر استخدام في زمن الماضي البسيط، ولكن مش معنى إن الجملة ما فيهاش yesterday إن خلاص الجملة دي مش ماضي بسيط. ممكن الجملة أصلا ما يبقاش فيها أي كلمات بتدل على الزمن، ولكن تبقى الكلمة في الزمن بس بمجرد إن أنت شفت كلمة didn't، بمجرد إنك شفت في الجملة الإثباتية الفعل آخره ed أو الفعل في الماضي. فبس ركز ان yesterday مش هي الدليل الوحيد على ان الجملة في الماضي البسيط. تركيب السؤال في الماضي البسيط. بنحط did البروناون زائد الفعل في المصدر. did he اللي هي البروناون، play الفعل في المصدر، football yesterday هل هو لعب الكرة أمس. did he go to the store yesterday. لاحظ go هي الكلمة في المضارع، ولكن ما بنسميهاش مضارع هنا، بنسميها في المصدر، و did موجودة عشان كده ما حطيناش went، فهي الجملة في الماضي البسيط. الكلمات المفتاحية، الكلمات اللي لما تشوفها تعرف أو تتأكد 100% إن الجملة دي موجودة في زمن الماضي البسيط. yesterday أمس، last آخر، يعني last month الشهر اللي فات، last week الأسبوع اللي فات، last Saturday السبت اللي فات. ago
لو قلنا مثلا 2 years ago من سنتين فاتوا، 2 weeks ago من أسبوعين فاتوا. الكلمات go يعني يذهب في المضارع. I am going، وعاوز أفكرك إن I am going دي كلمة في المضارع المستمر. طيب عرفت منين إنها في المضارع المستمر؟ عشان فيها الشرطين بتوع المضارع المستمر. إيه هما الشرطين؟ am is are زائد الفعل زائد ing. فأنا عندي am والفعل go وعندي ing. طيب لو أنا عندي جملة بتقول I am a doctor، هل دي مضارع مستمر ولا مضارع بسيط؟ هتبقى مضارع بالظبط بسيط. ليه؟ عشان ما حققتش شروط المضارع المستمر. ايه هي شروط المضارع المستمر؟ am و is و are زائد فعل فيه ing. ف I am a doctor ما فيهاش فعل فيه ing، فتبقى الجملة في المضارع البسيط، وبتقول إن هي دي حقيقة. I am a doctor دي حقيقة، أنا دكتور. went I went to the store yesterday. went هي ماضي go. I went to the store yesterday. أنا ذهبت إلى المتجر أمس. store معناها محل أو متجر. I went to the store yesterday. أنا ذهبت للمتجر امبارح. yesterday أمس، وقلنا يعني إيه yesterday، وهي الكلمة الأكثر، هي الكلمة الشائعة اللي بتلاقيها في كل جمل الماضي البسيط أو الماضي بشكل عام. to I went to the store yesterday. to معناها لحد دلوقتي إلى، وهي أداة، وبتيجي غالبا بعد go أو went to ذهبت إلى، go to يذهب إلى أو أذهب إلى. ألاحظ معايا إن أنا استخدمت نفس المثال. فأنت دلوقتي عرفت I went to the store yesterday، عرفت كل كلمة في الجملة دي معناها إيه، وتقدر تشيل وتركب براحتك وتركب جملة زي ما أنت عاوز. read معناها يقرأ. I read a book every day. أنا بقرأ كتاب كل يوم. read I read a book every day last year. طيب عرفت منين الأولى read والتانية read؟ عشان الجملة ما تقدرش تعرفهم لوحدهم. read هي المصدر أو المضارع، وريد هي ماضيها. الاتنين بيتكتبوا بنفس الطريقة ولكن بينطقوا بطرق مختلفة. طيب بتعرف تقول read امتى وريد امتى؟ بناء على السياق. يعني I read a book every day. every day دي معناها كل يوم، و every day دي كلمة دالة على المضارع البسيط، فمعنى كده إن read هتبقى في زمن المضارع البسيط، فعشان كده بقول read. I read a book every day last year. فأنا شفت last year فعرفت إنها ماضي، ودي بتدل على عادة في الماضي، فتبقى read. tall my sister is tall دي صفة معناها أنا أختي طويلة. short يعني قصير معناها، وهي صفة برضو، ومعناها الجملة my brother is short يعني أخي قصير. الكلمات هناخد النهاردة كلمات العيلة. family هي أسرة، سواء كانت أسرة صغيرة مكونة منك أنت ووالدك ووالدتك وأخواتك، أو الأسرة الكبيرة اللي فيها الجدود والجدات والأعمام والعمات والخلان والخالات. ففاميلي يعني أسرة سواء كبيرة أو صغيرة. mother أم، father أب، sister أخت، brother أخ، grandmother جدة، grandfather جد. عاوزك تركز إنك تطلع لسانك في TH زي حرف الذال في اللغة العربية. mother father brother grandmother grandfather sister ما نطلعش فيها لساننا لأن الإس بتقابل يعني السين في اللغة العربية، وإحنا ما بنطلعش لساننا في السين. أسئلة، يلا نكون 5 جمل في زمن الماضي البسيط. وكذا حد قال لي إن أنت بتسأل وما بتجاوبش، أنت المفروض تكون عارف الإجابة لو أنت كنت مركز في الدرس. فيلا نجاوب مثال واحد عشان اللي سأل. 5 جمل في زمن الماضي البسيط. هنقول جملة واحدة وانت اعمل عليها الباقي. احنا زي ما عارفين وزي ما شرحنا في الدرس الأولاني إن الجملة في اللغة الإنجليزية بتتكون من فاعل وفعل ومفعول به. فعايزين فاعل I، وفعل في الماضي عشان احنا بنكون في زمن الماضي البسيط. فهنقول مثلا write، بس write الماضي بتاعها wrote وwrite ده فعل irregular أو فعل شاذ. ف I wrote a book يعني أنا كتبت كتاب، أنا كتبت وخلصت الكتاب. معناها I wrote a book يعني أنا كتبت الكتاب وخلصته، لأن wrote هنا بتدل على الماضي البسيط،
الماضي البسيط معناها إن حدث حصل وخلص في الماضي. يعني إيه أب؟ يعني إيه أم؟ يعني إيه أخ؟ يعني إيه ذهب؟ النصيحة بتاعت النهاردة: استخدم التليفون. كل الناس بتقولك ما تستخدمش التليفون، ولكن أنا بقولك النهاردة استخدم التليفون. استخدمه في إنك تتعلم إنجليزي كويس، استخدمه في إنك تنزل أبليكيشنز تساعدك على تعلم الإنجليزية، استخدمه في إنك تسمع راديو بالإنجليزي، استخدمه بإنك تعرض نفسك للغة الإنجليزية على قدر ما تستطيع. اقرأ حاجات باللغة الإنجليزية، اسمع حاجات باللغة الإنجليزية، اتفرج على حاجات باللغة الإنجليزية، وعرض نفسك على قد ما تقدر للغة الإنجليزية. الواجب: اعمل 5 جمل في الماضي البسيط، وراجع على الفويس الرابع في البريتش كونسل، وحل الأسئلة اللي عليه. لو عندك أي أسئلة ليا أنا شخصيا اكتبهم في الكومنتات، أو تواصل معايا على أي وسيلة تواصل اجتماعي، فيسبوك، واتساب، انستجرام، أنا موجود. ده كان كل اللي عندي، وأشوفكم في الدرس اللي جاي. السلام عليكم.